علاش الاختراع ديال هاد الطبيب في خطر؟ حيت قدر يضرب في الصميم واحد من اكبر مافيات صناعه الادوات الطبيه في العالم. شركات كتربح المليارات من الماكينات ديال الدياليز. واش عارفين باللي كل ماكينه ديال الدياليز كتسوى ما بين 10 حتى ل 30 مليون؟ وزيد عليها كل حصة في المغرب كتوصل حتى ل 2800 درهم، يعني مركز واحد يقدر يدخل في الشهر مئات الملايين. الدكتور المغربي يوسف العزوزي اخترع جهاز توري اللي هو أول آلة كتصفي الدم من داخل الأوعية الدموية، ماشي بحجم الماكينة الكبيرة اللي كتشدك بالساعات وما تخليك لا تبعد ولا تسافر لحتى بلاصة، إنما هو جهاز صغير كيخلي الدم يتنقى مباشرة داخل الجسم. جربوه في مختبر أمريكي على حيوان داروا ليه التهاب في الساقين، وفاش جربوا الجهاز قدر يعالج غير المنطقة المريضة والجسم كامل بقى مزيان بلا حتى مشاكل وبلا أعراض جانبية. هذا الاختراع يقدر يغير حياة ملايين المرضى، من ضعف المناعة، الالتهابات المزمنة، وحتى مرضى زراعة الأعضاء. ولكن السؤال المرعب، واش بصح غادي يخرج هذا الجهاز للنور ولا غادي يدفنوه اللوبيات باش يبقاو الناس اللي مرض مربوطين بالماكينات القديمة لحياتهم كاملة؟ جاوب في الكومنتير ودير لايك وفولو باش يوصلك ديما الجديد اللي كيبان غير في الظلام.